السؤال عن الفترة القادمة، الستة أشهر ربما القادمة على سوريا، هي ستكون فترة حراك سياسي وإصلاحي حقيقي. ما هي آلية تنفيذ هذه المراسيم وهذه القوانين؟ ماذا عن الجدول الزمني؟ كيف ستتم انتخابات مجلس الشعب؟ كيف سيتم تبديل أو تعديل الدستور في المرحلة القادمة؟ جملة من الأسئلة حول هذا الموضوع. صدر حتى الآن من القوانين 3 قوانين: إلغاء حال الطوارئ، صدور قانون الأحزاب، وقانون الانتخابات. كما قلت قبل قليل، خلال الأيام المقبلة سيصدر قرار يسمي لجنة قانون الأحزاب. بعدها مباشرة كل من يريد أن يؤسس حزب يستطيع أن يتقدم لهذه اللجنة ويصبح المرسوم نافذ. يعني بدءا من الأسبوع المقبل المفترض أن نكون جاهزين عمليا لإعلان أحزاب جديدة أو لقبول طلبات من الأحزاب ضمن الجدول الزمني الذي يحدده القانون. فنعتبر هذا الموضوع منتهي. قانون الإدارة المحلية انتهى أعتقد منذ أيام قليلة في الحكومة، وسوف يصدر خلال أيضا الأيام القليلة القادمة. ربط قانون الإدارة المحلية مع الانتخاب، قانون الانتخابات هو ربط طبيعي. قانون الإدارة المحلية يعطي حد أدنى 45 يوم لإعلان كمهلة للانتخابات. يعني عندما يصدر مرسوم بتحديد موعد الانتخابات فسيكون أمامنا 45 يوم، يعني شهر ونصف. بما أن هذا القانون أتى بتعديلات على البنية الإدارية للإدارة المحلية، فطلبت وزارة الإدارة المحلية أن يكون هناك أيضا زمن مماثل كمهلة لكي يتسنى لها الوقت بإعداد هذه البنية الجديدة. فإذا نستطيع أن نقول بأن انتخابات الإدارة المحلية يمكن أن تكون بعد 3 أشهر من صدور هذا القانون، يعني عمليا في شهر كانون الأول. طبعا ما تبقى هو أيضا قانون الإعلام، المفترض أن يصدر قبل نهاية رمضان، قبل العيد، وتصدر تعليمات تنفيذية ونبدأ مباشرة بتطبيقه. بعد حزمة القوانين أي بعد شهر رمضان لابد من الانتقال إلى تشكيل لجنة من أجل البدء بدراسة ومراجعة الدستور. هذه اللجنة تحتاج المفروض حد أدنى 3 أشهر، ولا أعتقد بأنها تحتاج أكثر من 6 أشهر. طبعا هذا الموعد الدقيق أو الجدول الزمني الدقيق يجب أن يوضع بالتنسيق مع اللجنة التي ستقوم بالدراسة والتي ستقول أنا بحاجة ل4 أو 5 أو 6 أشهر. يبقى هناك انتخابات مجلس الشعب. كان هناك عدة آراء تتراوح ما بين 4 أشهر إلى 8 أشهر بعد صدور التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات. طبعا الهدف هو أن يتاح الفرصة للأحزاب لكي تتشكل وتكون قادرة على دخول المنافسة. نعتقد بأن الزمن المنطقي 6 أشهر كحل وسط. فإذا نستطيع أن نقول بأن الزمن المتوقع لانتخابات مجلس الشعب هو في شهر شباط، شهر شباط المقبل في عام 2012. بهذه الحزمة من القوانين والإجراءات نكون قد أنهينا مرحلة الإصلاح من الناحية التشريعية والانتخابية، وننتقل بعدها للتطبيق عندها يكون هناك كلام آخر. نبقى في الحديث عن قرارات الإصلاح سيادة الرئيس. ضمن قرارات الإصلاح جاء مرسوم تجنيس الإخوة الأكراد. هل كان ذلك نتيجة لقلقكم من احتمال تحريك هذا العامل في الأزمة؟ الحقيقة أن أول مرة طرح هذا الموضوع كان في عام 2002 في آب 2002 عندما قمت بزيارة الحسكة، والتقيت بالفعاليات في المحافظة ومنها الإخوة الأكراد وتحدثوا في هذا الموضوع. وكان جوابي في تلك الزيارة هذا حق وهذا حالة إنسانية يجب أن نتعامل معها وسنبدأ بحل الموضوع. بدأنا مباشرة باتخاذ الإجراءات ودراسة ما هي الاحتمالات. كان هناك عدة سيناريوهات لما هو الشكل القانوني والدستوري لإصدار مثل هذا القرار. وسرنا طبعا لم تكن الحركة سريعة، ولكن كنا ننتهي في بداية العام 2004 إلى أن بدأت الأحداث في الحسكة والقامشلي تحديدا في عام 2004 في أدار 2004. وحاولت بعض القوى أو الشخصيات أو الجهات أن تستغل هذا الموضوع، موضوع منح الجنسية، لمكاسب سياسية ستؤدي بالنتيجة لتنافر بين الأكراد والعرب
نعم. فعندها توقفنا وأجلنا الموضوع وبدأنا عملية حوار مع القوى المختلفة، ولاحظنا بأن هناك محاولة مستمرة لاستغلال هذا الموضوع. الحقيقة عندما قررنا إصدار هذا القرار أو هذا المرسوم في بداية الأحداث كان جاهزا، لذلك صدر بسرعة. يعني الدراسات منتهية، القرارات، كل شيء جاهز على الورق، لم يكن باقي سوى توقيع المرسوم. كمبدأ لا يمكن أن نفكر بهذه الطريقة. هذا فيه أولا اتهام للأكراد بأنهم غير وطنيين إذا كنا نفكر بهذه الطريقة. هذا يعني تعامل بين الدولة والشعب بطريقة الرشوة، وهذا خطير. لا يوجد دولة تحترم شعبها وتحوله إلى مرتزقة. هذا الكلام مرفوض. الشعب السوري هو شعب عريق، شعب حضاري. الإخوة الأكراد هم جزء، كما قلت منذ سنوات، هم جزء أساسي من النسيج العربي السوري. وسوريا من دون أي مكون من مكوناتها لا يمكن أن تكون سوريا التي نعرفها، ولا يمكن أن تكون مستقرة. إنما يشعر كل مواطن بأنه أساس، وهو ليس ضيف وليس طائر مهاجر، لا يمكن أن يكون وطني. هذا شيء محسوم بالنسبة لنا في سوريا. القضية كانت تقنية، والبعض حاول تحويلها إلى قضية سياسية. ولو عدنا إلى تاريخنا، فكما كافحنا الفرنسي وغيرهم من المستعمرين، هم أيضا كان عدد من القيادات التي واجهت الفرنسي، قيادات الثورة وليس مجرد ثوار، قيادات الثورة من الأكراد، عدا عن التاريخ السابق والتاريخ اللاحق واليوم. فهذا التشكيك نعتبره مرفوض، ونعتبره نعتبر الحالة الوطنية العامة بالنسبة للأكراد والعرب وغيرهم هي بديهية. سيادة الرئيس، في موضوع القوانين والمراسيم التي صدرت في الآونة الأخيرة، الكثير رأى فيها إصلاحا حقيقيا في زمن قياسي، لكن بالمقابل الكثير أيضا قال إن هذه الإصلاحات، هذه المراسيم والقوانين، ليست إلا حبرا على ورق. الحقيقة لا نستطيع أن نعمم، أن نفترض بأن كل المراسيم كانت إنجاز، أو أن كل المراسيم كانت حبرا على ورق. هناك كل الحالات، ولكن إذا أردنا أن نأخذ الجانب الذي يسمى حبرا على ورق، بغض النظر عن الكلام المغرض، أنا أتحدث الآن عن القوانين التي فعلا لم تحقق نتائج على الأرض. فعلينا أن نحلل ما هي الأسباب. أولا، القانون يرتبط بالصياغة، بجوهر القانون، بالصياغة اللغوية. أحيانا تضع كلمة مكان كلمة أخرى فيصبح القانون أضعف من خلال هذا البند. ربما تصدر تعليمات تنفيذية لقانون جيد ولا تحقق النتائج المطلوبة، فيتحول القانون إلى قانون ضعيف أو ربما غير مؤثر على الإطلاق. هناك نقطة مهمة لا ينتبه إليها الناس، وهي ضرورة الترابط بين القوانين. نحن نريد أن نصل لنتيجة معينة. هذه النتيجة تحتاج لسلسلة من القوانين وليس قانون واحد. مع كل أسف أحيانا نعتقد بأن هذا القانون سيحقق هذه النتيجة، فلا نصل لنتيجة، لأن هناك تتمة من القوانين التي يجب أن تساعد هذا القانون لا نصل إليه. وأحيانا نرى هذه الحزمة، ولكن نبدأ بشكل مقلوب، نبدأ بالأولوية الخامسة مثلا قبل الأولوية الأولى. طبعا نحن نجرب ونتعثر، نجرب أنفسنا، لا يوجد لدينا خبراء، نحاول أن نتعلم. أعتقد الحل الأساسي هو في توسيع دائرة الحوار مع الشرائح المستفيدة. المسؤول الذي يصدر القانون أو المرسوم، أو الذي يقترح القانون أو المرسوم، يجب أن يناقش مع المستويات الأدنى في المؤسسة التي ستقوم بتطبيق القانون. هذا لم يكن يحصل سابقا، الآن بدأنا بتطبيقه. الدائرة الثانية، محاورة الجهات المستفيدة أو المتضررة من هذا القانون. لا يمكن أن تصدر قانون من دون أن تناقش كل الشرائح حول النتائج التي أو تداعيات هذا القانون. أيضا بدأنا به. كلما وسعنا دائرة الحوار بالنسبة لإصدار القوانين، كلما خففنا من الأخطاء. ولكن سنستمر بإصدار القوانين، ولدينا المرونة لكي نبدل بالقانون ونبدل بالتعليمات التنفيذية. هي ليست كتب منزلة، القوانين تبدل ربما في نفس اليوم، لا عيب في ذلك. تحدثتم عن التخفيف من الأخطاء سيادة الرئيس، هل ستتم محاسبة من أخطأ في المرحلة السابقة أيا كان؟ كمبدأ نعم. والحقيقة ربما يفهم أحيانا من السؤال أو ما يدور بين الناس بأنه لم تتم المحاسبة. لا، تمت محاسبة عدد من الأشخاص، عدد محدود. هذا العدد المحدود ارتبط بإمكانية إيجاد أدلة دامغة على تورط هؤلاء. فبالمبدأ كل من تورط بجرم ضد مواطن سوري، سواء كان عسكري أم مدني، سوف يحاسب. هذا الكلام حاسم. كل من يثبت عليه بالدليل القاطع بأنه متورط سوف يحاسب.
لن نحاسب، لن نبرئ مخطئ ولن نحاسب بريء. هناك لجنة قضائية مستقلة لديها كل الصلاحيات. أنا اتصلت بهذه اللجنة عدة مرات طبعا من خلال الأقنية الرسمية لكي نسأل أين وصلت التحقيقات، ربما لكي نوضح تفاصيل أكثر، أن يكون هناك ظهور إعلامي للجنة تشرح ما هي المعوقات، هل هناك بطء، هل هناك أهمال، هل هناك ضغوطات. طبعا لا يوجد، لكن الأفضل أن تتحدث اللجنة بشفافية مع المواطنين لكي يعرفوا أين وصلت الأمور. لكن أنا أستطيع أن أتحدث عن المبادئ، فأنا لست من يقوم بالتحقيق. بالمبادئ لديهم غطاء كامل، وهناك شفافية كاملة، وهناك مبدأ محاسبة سيطبق على الجميع ولا يمر بالتقادم، لأن حق الدم ليس فقط حق للعائلة، وإنما هو حق للدولة. حتى لو تنازلت العائلة عن الدم فيبقى الحق العام، فنحن حقنا هذا الدم لأنه حق الانضباط العام. من دون المحاسبة لا يمكن أن يكون هناك انضباط في المؤسسات. نعم. سيادة الرئيس، يعني لو عدنا إلى موضوع الإصلاحات، لماذا كان تجاوب الغرب سلبيا مع هذه الإصلاحات؟ لو عدنا لمراحل سابقة مع الحكومات الغربية، أي شيء تفعله ما هو الرد عادة؟ الرد التقليدي لا يكفي. أيام بوش وكونداليزا رايس طبعا هم يغيروا اللغة، فبشكل بديهي لا يقول لك لا يكفي، لأنه بالأساس ليس الهدف، الإصلاح ليس هدف بالنسبة لهؤلاء. الحقيقة هم لا يريدوا الإصلاح، والبعض منهم ينزعج، هو يريدك أن لا تصلح لكي تتخلف بلد أو تبقى في مكانك لا تتطور. الإصلاح بالنسبة لكل هذه الدول الغربية الاستعمارية، ولا لا أقول كل الغرب، كل الدول الاستعمارية من الدول الغربية، هو فقط أن تقدم لهم كل ما يريدون، أن تقول لهم أنا متنازل عن كل الحقوق. هذا هو الإصلاح بالنسبة لهم. تنازل عن المقاومة، تنازل عن حقوقك، دافع عن أعدائك، يعني كل الأشياء البديهية التي نعرفها عن الدول الاستعمارية في الغرب. وهذا الشيء أقول بكل بساطة لن يحلموا به لا في هذه الظروف ولا في ظروف أخرى. حديثا أوباما على لسان وزيرة خارجيته، ويعني كما تعلم تبعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، دعاكم بشكل صريح للتنحي، كيف تردون؟ في عدة لقاءات مع مواطنين سوريين في الأيام القليلة الماضية سئلت السؤال بطريقة أخرى. كانوا يسألوني لماذا لم تردوا؟ لم يسألون ما هو الرد. عادة أحيانا تردون، أحيانا لا تردون. فقلت نحن نرد بعدة، يعني نتعامل مع كل حالة بطريقتها. أحيانا إذا كان دول شقيقة أو صديقة نرد لكي نوضح الموقف، خاصة إذا علمنا بأن هذه الدول ربما أخذت موقفا لا يتناسب مع قناعاتها لأسباب دولية معينة. أما مع دول غير صديقة فأحيانا نرد لكي نقول لهم بأنكم إذا كنتم ستذهبون بعيدا في سياساتكم فنحن جاهزون للذهاب أبعد. وفي حالات أخرى نريد أن نقول لهم بأن كلامكم ليس له أي قيمة من خلال الامتناع عن الرد. في هذه الحالة اخترنا هذه الطريقة لكي نقول لهم كلامكم ليس له قيمة. لكن بما أننا نتحدث الآن مع التلفزيون السوري وهو مؤسسة غالية على كل مواطن سوري، وانطلاقا من الشفافية، نستطيع أن نقول لو أردنا أن نناقش هذا الكلام نقول بكل بساطة هذا الكلام لا يقال لرئيس لا يعنيه المنصب، لا يقال لرئيس لم تأتي به الولايات المتحدة ولم يأتي به الغرب، أتى به الشعب السوري. لا يقال لشعب يرفض المندوب السامي أن يكون موجود أيا كان هذا المندوب السامي. لا يقال لشعب يقف مع المقاومة كمبدأ من مبادئه وليس كمبدأ من مبادئ دولته، وهذا الفرق. الشعب هو يقف مع المقاومة، يقف مع هذه المبادئ، لا يتنازل عن الحقوق. يقال لرئيس صنع في أمريكا ويقال لشعب خانع وذليل ويقبل بتلقي الأوامر من الخارج. أما عن موضوع المصداقية فيما يقال، وربما لهذا السبب لم نهتم ولم نرد، فنقول ما هو المبدأ الذي اتكلوا عليه في كلامهم؟ حقوق الإنسان؟ يعني لو أردنا أن نناقش فقط هذا المبدأ المزيف الذي يستند إليه الغرب كلما أراد أن يصل لهدف في منطقتنا، فأقول هذه الدول التي تحدثت في هذا الموضوع لو عدنا إلى تاريخها الراهن وليس الماضي، لم نتحدث عن الاحتلالات والاستعمار في السابق، اليوم من أفغانستان إلى العراق مرورا بليبيا، اليوم من هو المسؤول عن المجازر التي تحصل؟ الملايين من الشهداء والضحايا، ملايين أخرى وربما أكثر من الملايين، ربما عشرات ملايين من المعاقين، من الجرحى، من الأرامل، من اليتامى.
فإذا أخذنا فقط هذا الجانب ونسينا وقوفهم إلى جانب إسرائيل في كل جرائمها تجاه الفلسطينيين والعرب، فبربك من يجب أن يتنحى؟ الجواب واضح. لبيك يا بشار، لبيك 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 يا بشار.